ماشي وين وجاي من وين سايقنا لوين يا غدر مجهول تايه في الحياة ما لي طوق سكة ونجاة سيغة تاهت في السماء ما لي غير حضنك دفا طبع البشر ما كله زي طبع البشر مرات هني والدنيا ما بتدي الحريف مرات عليك مرات علي ماشي وين وجاي من وين سايقنا لوين يا غدر طيب حنين ما فيه ميل في قلبه يوم ما ظن يشيل وافر عطوف زي موج نيل وقت المحن جد بيبقى سيل ماشي وين وجاي من وين سايقنا لوين يا غدر بس يا سواقي الهم أديفي وتقلي الخطوات شوية يا سواقي الهم أديفي وتقلي الخطوات شوية ما قدر ظلمك وجارك وما حمل وجعك عليا شلت فوقك كتاف ياما وما رضيت لزول زيا شلت فوقك كتاف ياما وما رضيت لزول زيا إلا جاية ورامية فوقي كل حمولك يا شقية ماشي وين وجاي من وين سايقنا لوين يا غدر ماشي وين وجاي من وين سايقنا لوين يا غدر سايقنا ماشيين احنا وين من غير تذاكر لا سفر ماشي وين وجاي من وين سايقنا لوين يا غدر
يا سلوى خلي بالك من نفسك تمام، وما تفتح الباب ده دلوقتي. العربيه ده كان جاي خليه ينتظرني تمام. ان احنا ما صدقنا جاتنا الفرصه نطلع، كرهنا البلد وكرهنا لحالنا، مالك ومال المشاكل، اطلع من الموضوع. مشاكل شنو يا سلوى يا اخي؟ مهند ده صاحبي شديد واخوي شديد يا اخي، عايز يجي يشتغل لك البيت ده ولا قرش ولا تعريفه، تيجي تقول لي خلي المشاكل كيف يعني؟ اقعد، جاتنا الفرصه نطلع، مالك ومال المشاكل يا الطاهر. يا اخي بتاع العربيه ده لما نجي اركب امشي معاه. لا لا ما بمشي، ما معروف الحياه من الموت، انا بنتظرك وبس، خلي بالك على نفسك. ان شاء الله خلي بالك من نفسك. طبعا يا اخي مسكوه خليه يمشي. تعالوا نفكوا كيف؟ يعني الكذاب لما نجي هنا لازم يعرفوا اللي بيحصل شنو. طيب ضربه خلاص اكملها. مصعب انت جابك من الناس ده شنو؟ انت شنو قدم ولا في فوشك ده؟ انا وريتك تلاقي خطتك في راسي ما بخليك. تاني شو الزباين؟ تاني شو الزباين؟ انت لحد هسه مصعب ما مقتنع انه في حاجه اسمها غدا وغدر؟ قلت لك كاتب لك ربنا نفسه بيشيله؟ انت قاعد تشيل قسمتي وعامل لي فيها مفتح، لكن انا بوريك شطانتك دي. اسمع كلام يا مصعب، الدنيا دي حافظه بشيء اسمه الزول، ولو كل واحد فينا عايل اللي نعمل في يده وقال الحمد لله ربنا بيزيده يا اخي. انت لو بتعرف الحمد لله ما بتشيل زباين، ما بتشيل زباين لو بتعرف الحمد لله، ما بتشيل زباين. زح يا اخي، زح يا اخي. خليه الزود عنده معلومات تستفيدوا منه. شاوس امور قولي بقى، امور قولي بقى يا اخي. اعمل لي كوبايه شاي معك. يا ولد يا ولد وين حاج بابي؟ وعليكم السلام ورحمه. حاج بابي ده فات البيت ثاني ما بيجي، لكن لو عايز حاجه انتظر ولد مهند. بس بيجي. مهند ثاني ما بيجي. كيف عندنا ما بيجي؟ حاصل شنو؟ كده خليك من الحاصل شنو، انا كنت وديني الحاج بابي كده. انا ممكن اوصف لك، ما اقدر امشي واخلي الورشه. زميلك قاعد الموضوع مهم، راح وديني من الحاج بابي كده يا اخي. خير. السلام عليكم حاج بابي. عليكم السلام خلخول. الامور الصحه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والله. كيف مع الشغل؟ الحمد لله الامور طيبه. الحمد لله. تفضل. تسلم. طارق جاك في الورشه وما عارف البيت. انا جبته لك هنا في البيت. وينه؟ يا حبيبي حاج بابي عليكم السلام. كيف صحتك يا اخي؟ الحمد لله. الحمد لله، ان شاء الله طيب انت. بخير والله. الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله والله. تفضل. الحمد لله. تفضل. زيد فضلك ان شاء الله. بارك الله. زيد تفضل. فضلك. زيد فضلك ان شاء الله. خلخول تفضل افطر معنا يا اخي. تسلم تسلم. ماشي الورشه راجع. خير ان شاء الله. أسلم. كيف حاج بابي؟ والله بخير الحمد لله. ان شاء الله محمد ظبط لك الامور. والله حاج بابي ظبط الامور كلها ما قصر الحمد لله. الحمد لله. ها قايمين 200 ان شاء الله.
الحاجة بيك المفروض هسه بعد شوية بتاع العربية ده المفروض يكون جه في البيت، لكن قبل ما أسافر في موضوع جاي أقول لك، أعرف أقول لك كيف. طاهر انا ناس جيراني، قول عادي. أنت مهند ده عنده انتماء سياسي؟ سياسة شنو يا طاهر؟ مهند ده لا عنده علاقة مع السياسة ولا بيعرف سياسة، من الورشة للبيت ومن البيت للورشة. ما عنده مشاكل في الحلة مع ناس طيب؟ أبدا ما عنده أي مشاكل، خير إن شاء الله. أنا يا حد بالي كده المجال ما أعرف وأدور عليك. مهند ده بعد ما مرق مني لموا فيه ناس ربطوه وغطوا عيونه وسعوه. يعني مهند اتخطف؟ تقدر تقول كده. فأسلم حال هسي نمشي أقرب نقطة تفتيش أو بالارتكاز نمشي نبلغ عشان أنا شفته ده أنا أقوله كله. طاهر أنت متأكد من الكلام ده؟ متأكد يا حاج ماهر. ايوه مالك شو قومي نيجي بلاي مويه، بلاي مويه. هاي أوي هاي أمك كويسة كويسة أمك. الحمد لله كويسة كويسة الحمد لله. أبوي أمي مالك؟ أمك كويسة الحمد لله. أبوي خبرني أمي مالك هتخلوني ثلاثة اللي يزفوا يا أبوي أمي مالك؟ خلاص ما عايز أسمع صوت أي زول فيكم. ولا دي الليلة أنا بجيبه. أبوي زوجتي معك ما تخليني هنا بقى. خليك هنا مع أمك. أبوي ده أنا أمشي معاك يا أبوي. وأنت خليك هنا، أنا ما بدخل. شو متحرك جاي علينا وعطتنا ناقص. نعمل شنو؟ يا شاوي ركبوا العربية. ده مصعب خد اتصال بيناتنا لك طريقة على الرجال. كيف الكلام ده يا أخي؟ يعني أنت خلوني أنا مع منو؟ أنا من بداية الحديث معاكم. ما بعربية ما وريتكم ده. ما بيت فيه قروش ما وريتكم ليه. ما بيت فيه دهب ما وريتكم ليه. ده أخي تعاملوا معاكم كده؟ خلاص بقى أقول لك أي شيء عملوا في المقابل ما في حاجة عملت علينا سهل. الحين ده تتكلم كتير خليك كلامك كتير ده شوف لك طريقة على الرجال قبل يجي يشوفوا اللي يجيك ويقبضك ويوديك وادي سيدو. الحمد لله بلا وانجل. يا معلم حاج بابي ما من عايز بابك المالو يا لا بتحرك من هنا. وجاوب شنو؟ لا انا اختفى ده ولدنا اختفى وما عارف انه وين. نحن دخلنا شنو؟ يا زول نحن لا شفنا ولا عرفنا. يلا امشي تخارج يا زول الليله ذاتهم ما دارين شغل. تمام؟ دوزوا ليه؟ 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 يا تهاني ما صح اللي تعملي فيه ده. انت بتعني بالغيب، عارفه الحاصل عليه شنو. لا تصدق الحوادث. انت هسه كملتي دموعك كلها بالبكاء. يعني يا حاج انت عايزني اعمل شنو؟ انت عارف انه مهند ده اي حاجه بالنسبه لي، عارف كده. مشى وما عارفه الحاصل عليه شنو ولا عارفه هو وين. دي كلها امتحانات من ربنا. ربنا عايز يختبر صبرنا. لازم نصبر، لازم نصبر. يعني عايزني اعمل شنو يا حاج؟ اكون عاديه كده ولا كانه مهند ولدي ده مختفي؟ انا ما عايزك كده، عايزك تدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يجيبوا لك سالم غانم في اقرب وقت.
سعادتك هاي ما في زول غير اللي سير ده، سير واحد بس المعتقد له. ارفعوا لي المصاب ده في العربيه عشان نوديه اقرب مستشفى نزعجه. جدا يا سعادتك. الو، عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك يا جناب، اتفضل. لقيته مهند وحسي هو وين والحاصل عليه شنو؟ مستشفى وين؟ هنجي عليكم طوالي. بكر، مهند وين؟ مهند ماله؟ ده الضابط اللي كنا متواصلين معاه في موضوع اختفاء مهند. قالوا انه يلقوا مهند في معتقل بتاع دعم سريع ومضروب ووداه المستشفى. طيب نحن هسه منتظرين شنو؟ ما نمشي المستشفى طوالي. يا حكاكي يا شاب يا شاب، بالله السلامة. تمه. أنا الدكتور، هنا عملنا لك عملية، يا أبوك هنا مضروب، ده غير النزيف اللي نزفته. معلش شنو؟ انا ما عاوز ضربني، عاوز اذكر حاجه. أنت اسمك منو؟ اسمك منو؟ اسمي ساكن وين؟ ما اعرف، انا ما اظن اني ساكن في مكان. طيب كده احنا شوي خلي المرة ده تديك هنا مسكن. تفضل. يا دكتور، تفضلي. العيان كان راقد اختفى. كيف يعني اختفى؟ وكيف طلع من هنا؟ والله ما اعرف، اديت لقيته معه. طلعوا من هنا أكبر غلط، المريض ده فاقد للذاكرة. والله ربنا يحفظ خير بس ان شاء الله. تطلع من هنا تبلغ الناس الأمن، خليهم يفتشوه داخل المستشفى، احتمال يكون ما طلع. تمام طيب، حاضر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور، السلام. ان شاء الله طيب يا الله. الحمد لله. السلام ورحمة الله. لا يا دكتور، انا عندي ولا هي موجود. فتشت كده ما عندي. مواصفاته شنو؟ واضح دراني سير صحة كويسة، لابس قميص اسود ابيض مخطط وبنطلون جينز. شكله نفس الزول اللي جابوا لنا فاقد الذاكرة في المستشفى هنا. أنا لو كلمتهم حامل مشكلة للمستشفى، عشان أبرر الذمة دي لازم أكلمه. جابوا لنا زول هنا بنفس المواصفات دي، فاقد للذاكرة وطلع. طلع وين يا دكتور؟ طلع ما معي. طيب وكيف؟ كويس ما مداوي. زول ده عنده مشكلة واحدة، فاقد جزء بسيط للذاكرة. فاقد للذاكرة؟ أيوة. وكيف صحة؟
صحته كويسة ما عليه وعوي. إذا لم تبقى مني فقد الذاكرة كيف يعني بيتعالج ولا ما بيتعالج؟ بيتعالج، مشكلته بسيطة، مع مرور الزمن بيتعالج إن شاء الله. طيب هو وين السيارة يا دكتور؟ طول ما هو عايش على قيد الحياة بيرجع إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله بيرجع بالسلامة. الله يسلمك. إحنا نستأذن بعد نمشي. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ولدي انت من وين واهلك وين؟ انا ما عارف اي حاجه. ما عارف اهلك وين وما عارف جاي من وين؟ كنت عندكم اكل؟ انا جعان ما راكل. في اكل يا ولدي. قوم معاي. اقوم معاك وين لكن؟ اروح معاي البيت. انت عندك بيت؟ اي عندي بيت ما تخاف. في اكل لكن؟ في اكل. تفضل يا ولدي. تفضل. انت تعبان خذ راحتك. ارقد يا ولدي. ده منو يا حاج؟ جبته لي رقدته لي هنا. يا حاجة فتستهدي بالله. الواد ده مسكين. جيته في الجامع وحالته صعبة. جعان وتعبان. قلت اجيبه معايا البيت هنا. اكسب فيه وجر. تكسب في وجر؟ ما عارفه جا من وين؟ يا حاجة الواد ده شكله ود ناس. خليته في الشارع ما معروف بيحصل له شنو. انت يا حاج ناسي عندك بنات في البيت؟ ولا راحت عليك؟ ما راحت عليه. لكن انا عندي نظرة في الناس. ان شاء الله بعد يصحى بنعرف عنه كل شيء. ان شاء الله ما بيحصل لنا منه الا كل الخير. ان شاء الله كله خير. هسه كده انت امشي سوي لنا غدا عشان معانا ضيف. ان شاء الله. ان شاء الله تفضلي. وين يا حاج؟ والله ماشي على الورشة. والله يا حاج خلاص الفينة دي كملت وأعصابنا دي تلفت مرة واحدة، لكن ما بنيأس من رحمة ربنا. إن شاء الله ربنا يجمع. انت خليك هنا وانا حسوق الاولاد اللي في الورشه دي كلهم ونمشي نفتش. ما بنخلي مكان جنب المستشفى واللي نفتش فيه. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يسهل. ان شاء الله ربنا يهديك. قول يا جماعة يا ربي. الفول يا هلا حاج نورك. حسون تبغى تاخذ مهند تمشي المستشفيات على اسواق اي محل تفتشوا فيه. مهند ده لازم الليله يرجع البيت. واضح؟ يا اخي الخلد ان شاء الله لقيتوا مهند. كيف يعني ما لقيتوه؟ اي محل مشيت المستشفى مشيت السوق مشيت اي محل ما لقيتوه؟ يعني الواطه دي اتفتحت وبلعته ولا شنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا
تخافي، والدروب البدر صابت هسي مالي هالتعافي، والقلب اللي كان موجع هسي مالي هو التعافي، أصله ما دايرك تخافي. يلا تاني نغني غنية فيها نكتب أمنياتنا، نحكي فيها الفات ودع، تاني نكتب ذكرياتنا، تاني نفتح لنا صفحة زاهية بالحب والتصافي، ونمسك ايدينا الحبايب ما بنفرط فيها تاني، ما بنفرط فيها تاني، واللي كان حزنا حيفرح لا حيبكي ولا يعاني، واللي راح من تاني بيرجع، والزغاريد والأغاني والتسامح زي ما في، والتسامح زي ما في.